إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. ما زال الحديث مع الحقوقي الدولي الدكتور عمر محمود حول تاريخ السابق لإريتريا فيما يتعلق في مرحلة الفترة الإمبراطورية هايلة سلاسة، وما كان فيه من ظلم شديد واعتداء كبير على الشعب الإريتري. ثم وقفنا عند فترة الانقلاب الذي حصل لهايلة سلاسة، ثم الانقلاب الثاني الذي اتخذه منجوستو هايلة مريم، وفترة الاستعمار في فترة منجوستو حتى وصلنا إلى الاستقلال. سنتحدث اليوم كيف حصل الاستقلال، وكيف خرج الجيش الأثيوبي من إريتريا، وكيف استلم النظام الإريتري الحالي إريتريا، وكيف كانت أحداث ما فيما يتعلق بالانتخابات التي حصلت. هل يريد الشعب الإريتري الاستقلال أم يريد أن ينضم إلى الشعب الأثيوبي والدولة الأثيوبية؟ وهل ينعم الشعب الإريتري اليوم بالحرية والعدالة بالفعل من هذا النظام؟ كذلك بما يتعلق بحرية المرأة، حرية الشاب، حرية الطفل، أيضا ماذا أفاد معسكر ساوة للشعب الإريتري؟ وهل تحقق للشعب الإريتري التطور والنماء في داخل إريتريا وخارجها؟ وهل انتهت معاناة الإريتريين من التهجير واللجوء إلى خارج إريتريا؟ كل هذه الأسئلة نطرحها بين يدي الدكتور عمر محمود الحقوقي الدولي الإريتري. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا شيخ برهان، أهلا وسهلا. في هذه الحلقة نبدأ في آخر مرحلة كانت للاستعمار الأثيوبي، وكيف خرج الجيش الأثيوبي من إريتريا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ برهان والأخوة في الإعداد والسادة المتابعين والمتابعات. نعم، طبعا الحلقات السابقة نالت إعجاب كثير من الإخوة جزاهم الله خير والأخوات، وأبدوا يعني تفاعلهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفائدتهم من ذلك. الحلقة حقيقة دسمة، وربما الوقت لا يكفينا، معنا 50 دقيقة فقط. نريد إعادة الذاكرة مرة أخرى فيما يتعلق كيف خرج الجيش الأثيوبي. هل الجيش الأثيوبي خرج لأنه هزم من الجيش الإريتري؟ هل الجيش الأثيوبي جاءته ضغوطات خارجية جعلته فعلا ينسحب من إريتريا؟ ما الدور الذي كان يدور؟ ماذا كان للولايات الأمريكية المتحدة؟ ماذا كان أيضا للصين الشيوعية الشعبية؟ هل كان لروسيا دور في ذلك الوقت؟ إيطاليا، فرنسا، هذه الدول العظمى، هل كان لهم دور في القرن الأفريقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الشيخ برهان. كما ذكرت طبعا
اليوم سوف نتحدث إن شاء الله في الفترة بين جلاء الجيش الإثيوبي عام 1991 وحتى يومنا هذا إن شاء الله. لكن اسمح لي قبل الولوج إلى سؤالك إن شاء الله الشيخ برهان، سوف بس أذكر نقطة معينة اللي هي شركائنا في الوطن. كثير من المثقفين المسلمين يتداولون هذه المفردة شركائنا في الوطن. أنا طبعا بالنسبة للناس اللي تفهم في التجارة والبزنس، وأنت رجل أعمال مثلا شيخ برهان الحمد لله، فلنفترض أنه لنا شركة في إريتريا، شركة لها طرفين مساهمين في هذه الشركة. الطرف الأول مساهم بحوالي 75 إلى 80%، والطرف الثاني ب20 إلى 25%. الطرفين هذول اتفقوا كيف يسيروا عمل هذه الشركة. بطريقة ما استولى على هذه الشركة رجل معتوه وبلطجي على هذه الشركة، وقال أن هذه الشركة حقفلها في الدرج، ما حشقلها، قال ما حشقلها خالص. طيب، وأحاط بنفسه ببلطجية وقتل. فأي واحد يقول له شقل الشركة، ما هو العمل المنظم للشركة، يقوم يسجنه. حد يقول له من المساهمين طيب لا تولع الحروب بين الجيران، يقوم يسجنه أو يخفيه أو يقتله، مش كده؟ فبكده على المساهمين خلص عليهم. مش كده وبس، قام أنشأ شركة خاصة هو به ومجموعته سماها البحر الأحمر. هذه الشركة تشتغل في كل الممنوعات، بداية من المخدرات والتهريب البشري والتعدين والذهب والأشياء الكثيرة هذه. فهي دي الشراكة. أول شيء للعلاج لأي مرض، العلاج هو التشخيص الصحيح. اليوم إذا أردنا أن نشخص الوضع في إريتريا يجب تشخيصه أن هذه الحكومة التي جاثمة على الشعب الإريتري لما يقرب من 30 عاما لا تمثل الشعب الإريتري. وهو يعني التشخيص طبعا البداية للعلاج تبدأ من التشخيص. عودة لسؤالك الشيخ برهان بالنسبة للأوضاع التي سبقت الاستقلال في العام 1991، طبعا منغستو هايلي ماريام كان معتمد اعتمادا كليا على الكتلة الشرقية اللي هي الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الشرقية. وفي تلك الفترة واجهت طبعا اضطرابات وصعوبات تلك الدول، فانهار الاتحاد السوفيتي سنة 1989 وانهارت معه الكتلة الشرقية تباعا اللي هي رومانيا والدول الأخرى تقريبا تشيكوسلوفاكيا ودول أخرى. منغستو تقريبا كان يعتمد بنسبة يمكن 90% في التسليح والعتاد على هذه الدول، ومنها كمان طبعا كوبا واليمن الجنوبية. اليمن الجنوبية طبعا كانت دولة شيوعية أيضا. ففي تلك الفترة انهار الدعم الذي كان يسانده منذ بداية 1974. فدي واحدة من العوامل الكبيرة التي عجلت بانتهاء الاستعمار الإثيوبي لإريتريا. طبعا ده غير أنه الثورة الجبهة الشعبية في ذلك الوقت تقوت طبعا، وبدأت التنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ملت زيناوي، فحاصروا الجيش الإثيوبي من جهتين حتى ضيقوا عليه الخناق، واجتمعوا في لندن. طبعا الإدارة الأمريكية تداركت الوضع، كان في دعم من الدول الغربية كما ذكرت من ضمنها الولايات المتحدة، لكنه كان دعم يمكن مالي أو دعم لوجستي. فتداركوا الوضع واجتمعوا وجمعوا الطرفين في بريطانيا في لندن تحت الوزير كوهين، ورتبوا الدخول إلى أديس أبابا وأسمرة، وطلبوا من حكومة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الاعتراف باستقلال إريتريا، وتم الاتفاق على ذلك. نعم، هذه كانت الفترة التي سبقت جلاء الاستعمار الإثيوبي في شهر 4 أو 5. هل وقعت معارك ضارية طاحنة في فترة قبيل الاستقلال؟ هل حصل هذا؟ ولا الجيش الأثيوبي بتوجيه أمريكي انسحب؟ طبعا الجيش الإثيوبي جمع
حملات رهيبة في الساحل الإريتري التي كانت تتخندق حوله الجبهة الشعبية، فبدأ بأكبر حملة وجمع لها أكثر من 140 ألف جندي في العام 1979 لعام 1980. وتصدت له الثورة الجبهة الشعبية في ذلك الوقت، حيث فقد جيش العدو أكثر من 20 ألف قتيل، وفقد العديد من الأسلحة والدبابات وغيرها. هذا متى حصل؟ في 1979 إلى 1980 بعد الانسحاب التكتيكي اللي قالت عليه الثورة. ثم عاد مرة أخرى في بداية يمكن في عام 83 ل 84 وجمع الجيش لمرة أخرى، ثم هزم وفقد أيضا حوالي 15 ألف جندي. ثم بدأت في العام 1985 تحرير المدن حتى وصلنا إلى تحرير مسوع في فبراير 1990. ثم بدأت الثورة في تحرير المدن تلو الأخرى حتى دخول أسمرة والاجتماع الذي ذكرناه آنفا ودخول قوات الثورة. إذن الجيش الأثيوبي هزم في معارك في عدة معارك. طبعا المعارك كانت من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي داخل أثيوبيا، ومن هنا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في الجبهة اللي كانت موجودة. الجبهة طبعا اللي كانت موجودة في إريتريا قوامها كان أكثر من 150 ألف. جيش الأثيوبي داخل إريتريا قوامه كان أكثر من 150 ألف جندي. جميل. طبعا يعني أنهكت هذه الحروب كلها الجيش الأثيوبي، حتى يعني فر منغستو هايلي ماريام إلى زيمبابوي. فلما يفر القائد طبعا الجيش ينهزم معنويا، فذلك يعني هزم. يعني الجيش لما دخل السودان في العام 1990 دخل وهو هائم على وجهه. هل منغستو هايلي ماريام فر قبل خروج الجيش من إريتريا أو بعده؟ في نفس الوقت تقريبا، يمكن ب 24 ساعة من دخول الجيش الثورة الإريترية إلى أسمرة هرب. ودي ساهمت طبعا، هروب منغستو ساهمت وانهارت معنويات الجيش الإثيوبي في إريتريا، وبدأوا بالانسحاب بالآلاف المؤلفة حتى دخلوا السودان، ومنهم من دخل إلى إثيوبيا. نعم. ما الذي حدث بعد خروج الجيش الأثيوبي خصوصا في العاصمة أسمرة؟ نعم طبعا بعد دخول قوات الثورة الإريترية المتمثلة في الجبهة الشعبية في ذلك الوقت، استبشر الإريتريون خيرا بتحرير الوطن بعد 30 عاما من المعاناة والحروب والتشرد والقتل والإجرام. فاستبشر المواطنون الإريتريون خيرا ورحبوا بالثوار في أسمرة وكل المدن الإريترية، حتى في مخيمات اللاجئين في السودان ودول المهجر رحبوا بدخول الثورة إلى العاصمة والمدن الإريترية. فاستبشرت الناس خيرا طبعا ما ذكرنا، وبدأوا طبعا الجبهة الشعبية بدأت في أنها هذا النصر العسكري سوف تستثمره لعمل استفتاء تسأل فيه الشعب الإريتري للموافقة سواء بالحرية أو الانضمام مرة أخرى إلى إثيوبيا. وبدأوا الإعداد للاستفتاء في العامين من عام 1991 حتى عام 1993. ونصب نفسه أسياس أفورقي في تلك الفترة رئيسا مؤقتا للجبهة الشعبية ورئيسا لإريتريا حتى موعد الاستفتاء. من الذي أعطاه الحق في ذلك؟ حزبه، حزب الجبهة الشعبية، باعتباره هو الحزب الذي انتصر في الحرب. أين قادة بقية القادة في ذلك الوقت؟ طبعا نحن ذكرنا في لا أدري إذا كان ذكرناها أو لا. طبعا حصل في العام 1981 حصل تآمر على الثورة الإريترية اللي هي جبهة التحرير الإريترية الأم بإدخالها إلى السودان، والمؤامرة التي كانت دبرت بين الجبهة الشعبية بقيادة أسياس أفورقي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فهاجموا الجبهة بعدة محاور حتى انسحبت واضطرت إلى الدخول إلى السودان في العام 1981. وبذلك استفردت الجبهة الشعبية
بالساحة الإريترية من عام 1981 حتى عام 1991، وهي 10 سنوات. في تلك الفترة طبعا كان في مناوشات بين الفصائل الأخرى والتي تبقت من الجبهة، كان في عمليات محدودة لكنها لم تؤثر على سير العمليات بصفة عامة. لحظة، احنا كنا قد وقفنا في أنه حصل خلاف بين جبهة التحرير نعم إريتريا نعم بقيادة أظن محمد آدم، إدريس محمد آدم وبين عثمان صالح سبه. حدثنا ما الخلاف وكيف انفصل؟ أيوة، طبعا الآن الخلاف بدأ قلنا في العام 1969 لعام 1970 لخلافات بين لعبت فيها دور كبير هذه الخلافات طبعا المناطقية والأحقاد الشخصية وغيرها والقبلية والأشياء هذه لعبت دور كبير، والاستئثار قرار الثورة. ولذلك انشق عثمان صالح سبه وكون تنظيم اسمه قوات التحرير الشعبية. هذه القوات معظمها كما ذكرنا المرة اللي فاتت كانت من أبناء سمهر البحر الأحمر والساحل الشمالي. انشق عثمان صالح سبه ولا زال كان موجودا في الخارج، هو لم يدخل حتى تلك اللحظة في الخارج، وكون تنظيمه ووجد التسليح الكامل لهذا التنظيم، لأنه عثمان صالح سبه كما ذكرنا في المرة اللي فاتت كان له علاقات واسعة مع الدول العربية ومنها العراق وسوريا والسعودية ودول كثيرة، فقام بتسليح هذا التنظيم قوات التحرير الشعبية تسليحا شاملا ووفر الأموال وكل شيء. وفي تلك الفترة انشق أسياس أفورقي والذي عاد من الصين ومعه مجموعة. لحظة، أسياس أفورقي كان مع من؟ مع جبهة التحرير؟ جبهة التحرير. بعد عودته كان مع جبهة التحرير. بعد عودته هو انشق من عثمان صالح سبه ولا انشق من انشق أولا من جبهة التحرير. انشق أولا من جبهة التحرير ومعه قبل انشقاق عثمان صالح سبه في نفس الوقت تقريبا، نفس الوقت. لكنه تنظيمه انشقاقه ما كان ذا بال، معه مجموعة حوالي 15 نفر أصلا، مجموعة من المسيحيين من أبناء كولوكزاي، وحتى الجبهة لم تعره اهتماما أصلا، هو يعني معه 15 نفر، يعني سوف لن يؤدي إلى أي عمل أصلا. الجبهة ما شعرت بأي تهديد من جانب أسياس أفورقي، إنما اعتسم في مناطق جبال عالة هذا الرجل، واتصل بتنظيم قوات التحرير الشعبية، ووجد ضالته في المجموعة التي كانت معه في الصين، ومنها رمضان محمد نور، والذي كان أحد قيادات تنظيم قوات التحرير الشعبية برئاسة عثمان صالح سبه. فبدأ معهم المحادثات حول التهديد المباشر بين من جبهة التحرير للمجموعتين، التهديد المباشر، لأنه الجبهة أصرت بأن الساحة الإريترية سوف لن تستحمل أكثر من تنظيم واحد، ودخلت في حروب مع قوات التحرير الشعبية. فأصر أسياس أفورقي لبدء المحادثات مع من؟ مع قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح سبه. جميل. نعم. فعمل محادثات وكان معتسما بتلك الجبال، ومعه يمكن حوالي 15 نفر فقط. وهذا التنظيم عثمان صالح سبه معه يمكن حوالي 8000 مقاتل مسلحين تسليح حديث ومعهم الأموال. أسياس أفورقي لعب على هذه المجموعة وأوهمهم بأنه معه مجموعة كبيرة ومعه سلاح، وبدأ المحادثات. أنا ذكر لي هذا الكلام أخونا المناضل الكبير ربنا يديه الصحة والعافية الأستاذ محمد نور ديغول، سفير السكرتير العام أو السكرتير الأول في السفارة الإريترية في الرياض، والذي هرب إلى كندا في العام 2003. فكان هو في قوات التحرير الشعبية، قوات تحرير إريتريا عفوا، والتي هي انضمت أيضا إلى قوات التحرير الشعبية. هذه حركة كانت بسيطة، يمكن ما كانت مسلحة كثير، لكنها انضمت إلى قوات التحرير الشعبية في نفس الوقت الذي انشق فيه عثمان صالح سبه. وكان يعمل محادثات بين هذا التنظيم وبين تنظيم أسياس أفورقي، وكان معه مجموعة سوف نتطرق إليها إن شاء الله لاحقا، هذه المجموعة والتي تسمى منكع. هؤلاء المثقفين من أبناء النصارى. من كان يرأسهم؟ أسياس أفورقي كان يعمل محادثات بينه وبين رمضان محمد نور
ومجموعة ومنهم أحمد ورمضان محمد نور تحت عثمان صالح سبه يا نائبه تقريبا، ومحمد علي عمرو وإبراهيم عافا ومجموعة كبيرة، وعلي سيد عبد الله وأحمد القيسي، مجموعة كبيرة. كانوا مع عثمان صالح سبه كلهم معه. كلهم هؤلاء كانوا معه. ثم عمل محادثات وكانوا معترضين الشهيد إبراهيم عافا ومحمد علي عمرو على هذا الاندماج مع هذا الرجل الذي لا يعرف عنه أحد أي معلومة. هذا الرجل الذي ذكر أحمد القيسي في آخر لقاء له بأن هذا الرجل تافه ولا أصل له ولا يعرفه أحد، فعلا إبراهيم عافا ذكر هذا الكلام وحاول يقنع رمضان محمد نور وحاول يقنع المجموعة الأخرى، لكن رمضان محمد نور أصر إصرارا لم يعرفه أحد. لماذا كان هذا الإصرار؟ مش بالتعاون معه بل أيضا بالاندماج معه لاحقا. ثم اندمجوا مجموعة أسياس وتخلص من المجموعة التي كانت تسائله مجموعة المسيحيين المنكع أو الخفافيش كما أسماهم هو، كان يسميهم الخفافيش. تخلص منهم واحدا تلو الآخر. هذه المجموعة 15 التي انشقت معه تخلص منهم، وكانوا مثقفين بالمناسبة، يمكن كان فيهم دكاترة وكان فيهم مثقفين كثيرين إريتريين. هم ال 15 شخص اللي هم انشقوا من جبهة التحرير. أيوه. تخلص منهم إسياس واحدا عجبا. تخلص منهم، ثم بدأ بمحادثات وتم له ما أراده. ضمج تنظيمه الذي لم يكن له واحد حتى ذلك الوقت، وكونوا تنظيم وطردوا عثمان صالح سبه وكونوا تنظيم اسمه الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. هذا التنظيم الذي سمي بعد المؤتمر الأول يعني قوات التحرير الشعبية بعد طرد عثمان صالح سبه تقاتل الجبهة الشعبية. لم تقاتل أصلا الجبهة الشعبية، ما كانت موجودة أصلا. ما كانت موجودة أصلا الجبهة الشعبية. يعني كل ما حصل أن إسياس أفورقي مع رمضان محمد نور طردوا عثمان صالح سبه. نعم، طردوا عثمان صالح سبه، قالوا بأن هذا الرجل رجل يميني ورجل عروبي ورجل مسلم ولا يصلح وهو موجود في الخارج ومش حيصلح كذا، وطردوه. مع أنه كون كمان أيضا الجبهة عملت أخطاء أخرى، كون تنظيم آخر. عثمان صالح سبه كان له علاقات كبيرة مع الدول، فكون تنظيم آخر ودخلت معه أيضا الجبهة، بدل أن تدخل في حرب مع الجبهة الشعبية التي خطفها سياسة أفورقي، دخلت أيضا في معارك أهلية طاحنة مع القوات الجديدة التي كونها عثمان صالح سبه. لحظة. نعم، عشان نفهم لأن اختلطت علينا الأمور. نعم. أنت ذكرت وقلت أن جبهة التحرير الإريترية نعم انشق منهم عثمان صالح سبه. نعم. وسمى حزبه قوات التحرير الشعبية. نعم. وذكرت أيضا أن إسياس انشق من جبهة التحرير الإريترية. نعم. وخرج ب15 نفرا أيوة. إلى الجبال. نعم. ثم تخلص من هؤلاء أبناء منكع. نعم. واحدا. نعم. ودخل إلى قوات التحرير الشعبية. نعم. مع عثمان صالح سبه. نعم. وبالاتفاق مع عثمان رمضان مع عفوا رمضان محمد نور ومجموعة أخرى. نعم. ومجموعة أخرى. نعم. حي شيخنا الشيخ عثمان رمضان. نعم. توفى عليه رحمة الله هو. نعم. من رمضان محمد نور. رمضان محمد نور توفى طبعا. نعم. نعم. فما رمضان محمد نور مع إسياس أفورقي. نعم. انقلبوا على عثمان صالح سبه بتحريض من أسياس أفورقي. إسياس أفورقي. نعم. وأصبح الآن قوات التحرير الشعبية. نعم. طيب قوات التحرير الشعبية هذه نعم. التي جمعها عثمان صالح سبه. نعم. ما كان لها أي دور ولا كانت تطيع رمضان محمد نور؟ انشقت كلها. هو كان في الخارج أصلا، هو كان في الخارج، ما كان عليه إلا يجيب الأموال والسلاح. عثمان صالح سبه الجيش اللي هم 8000 جندي. نعم. أطاعوا رمضان محمد نور. نعم، هم ذو القيادة الميدانية اللي كانت موجودة معه، مش رمضان محمد نور فقط، كان معهم إبراهيم عافا رئيس المكتب العسكري، وأحمد علي عمر وأحمد القيسي، وكلهم كلهم اتفقوا وأجمعوا على إبعاد عثمان صالح وعلي سيد عبد الله. نعم، هم جزء منهم كان مجبر، ذكروا إبراهيم عافا ومحمد علي عمر وآخرين كانوا ضد هذا الاتفاق، لكنهم رضخوا في الآخر. جميل. نعم. ما الذي فعله الآن؟ هل عثمان صالح سبه أسس حزبا جديدا بنفس الاسم، كون تنظيم آخر بنفس الاسم الاسم، وهؤلاء غيروا اسمهم نعم. من قوات التحرير الشعبية إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. إلى الجبهة نعم. الشعبية لتحرير نعم. إريتريا. نعم.
نعم جميل. نعم. طيب عثمان صالح سبي الآن كون حزبا جديدا، كم كان على التعداد على الجيش؟ لا أذكر هذا الجيش، بس كان جيش طبعا بعد ما سلبوه من جيشه الأول طبعا صعب أنه يكون جيش مثل ما كونه في الأول طبعا، إنما كون جيش يعني يمكن عدده يمكن 2000 أو 3000 يعني، وهو في الخارج ودخل في معارك طاحنة مع قوات مع جبهة التحرير الإريترية، الجبهة الأم، بدلا أن يتحالفوا ضد تنظيم الذي خطفه أسياس أفورقي، حاربوا مع عثمان صالح سبي. وعثمان صالح سبي طبعا حكى لهم ماذا جرى لتنظيمه وكذا وكذا، فكلها أشياء كانت شخصية وانتقامات. الآن نروح للمؤتمر الأول. لا لحظة، كيف نروح؟ ما الذي حصل بين عثمان صالح سبي بجيشه الجديد وبين جبهة التحرير الإريترية؟ على ماذا انتهت؟ دخلت في حروبات، وبعدين طبعا ساهم دخول الجبهة إلى السودان يعني هو الذي ضغط عليها حتى ذهبت إلى السودان. نعم، هذا العمل. طيب بقي الآن عثمان صالح سبي والجبهة الشعبية عثمان صالح سبي كمان دخل إلى السودان خلاص في بداية الثمانينات. الجبهة الشعبية انفردت. هل حصل قتال بين عثمان صالح سبي ورمضان محمد نور وإسياس وأحمد القيسي؟ ربما مناوشات، لكن لم تحصل على ما أذكر حروب طاحنة بينهم. وعليه هنا الآن سيطر على الميدان إسياس ومن معه. نعم، نأتي للمؤتمر. نعم، سنأتي إليه. نعم. حتى بس المشاهد يتبع معنا. نعم. أن الساحة الآن خلت للجبهة الشعبية بدخول جبهة التحرير الإريترية إلى السودان. وكذلك جبهة قوات التحرير بقيادة عثمان صالح سبي. لاحقا سميت قوات التحرير الشعبية بالتنظيم الموحد. عثمان صالح سبي أسماها بالتنظيم الموحد، ودخلوا السودان. لاحقا غير اسمها أيضا للتنظيم الموحد. نعم. جميل. الآن هنا في الميدان من بقي؟ الجبهة الشعبية. ممتاز. هنا الآن عام كم؟ نحن في عام كم الآن؟ عام 1977. عام 1977 أصبحت الجبهة الشعبية هي التي لوحدها. الجبهة الشعبية لم تنفرد حتى سنة 1981. الآن الجبهة الشعبية عملت مؤتمرها الأول في العام 1977. أين؟ ونصب أسياس أفورقي. أين عملت المؤتمر؟ في الساحل. بداخل إريتريا يعني. داخل إريتريا، نعم. عملت المؤتمر الأول طبعا. في تلك الفترة أسياس أفورقي من خلال البحوث التي عملتها لا يحب المركز الثاني طول حياته، يحب أن يكون في المركز الأول. جميل. نعم، لكنه في تلك الفترة لأنه كان معترضين عدد كبير من القيادات ومنهم الشهيد إبراهيم عافا رئيس المكتب العسكري لازم يسمعه، فكون المكتب السياسي من حوالي 13 شخص واللجنة المركزية من حوالي 37. كون المكتب السياسي. من الذي كونه؟ أسياس ورمضان. أسياس ورمضان. جميل. كون المكتب السياسي من حوالي 13 شخص. كون الأمين العام رمضان محمد نور، ونصب نفسه مساعد الأمين العام. لكن كل الأمور كانت في يده. جميل. الأمور المالية والأمور الأمنية كانت في يده أسياس أفورقي. جميل. استمر أسياس أفورقي الأمين العام المساعد حتى المؤتمر الثاني من عام 1987. جميل. حيث نصب نفسه في ذلك المؤتمر. ليش المؤتمرات كانت كل 10 سنوات؟ كل 10 سنوات، لا أدري. المهم هذا مؤتمرات. لأن هنا 1977 مؤتمر في الساحل. أيوه. ثم قلت عملوا المؤتمر الثاني 1987. نعم. أين؟ في الساحل أيضا. في الساحل أيضا. نعم. كله كان في الساحل لأنهم كانوا متركزين في الساحل أصلا. هل ممكن تذكر لي مستخرجات مؤتمر 1977؟ مؤتمر عام 1977 طبعا أسياس أفورقي نسبة للأشخاص الذين كانوا معترضين. أولا كان له جواسيس كما أخبرني الأستاذ محمد نور ديغول داخل قوات التحرير الشعبية من أبناء المسلمين. كان له جواسيس لأسياس أفورقي، وكان ينقلون له من الذي يعترض على الاندماج ومن الذي موافق. نقلوا له أي اندماج؟ اندماج بين مجموعة أسياس ومجموعة قوات التحرير الشعبية. هذا قبل المؤتمر اللي هو انعقد سنة 77. فكان يعرف مين اللي يؤيده ومين اللي يعارضه أسياس أفورقي.
من ضمن الاشياء من ضمن الاشخاص الذين كانوا يعارضونه كان ابراهيم عافا ومحمد علي عمرو. في المؤتمر الاول للجبهه الشعبيه سنه 77 كون المكتب السياسي من 13 شخص كما ذكرنا، وعمل المؤتمر هذا المكتب السياسي تقريبا مناسفه 6 من المسلمين و7 من النصارى، بما فيهم هو كانوا من المسلمين نذكرهم، لا أذكر الآن المسيحيين: رمضان محمد نور الأمين العام، إبراهيم عافا شهيد إبراهيم عافا رئيس المكتب العسكري، الأمين محمد سعيد مسؤول الإعلام، محمود شريفو مسؤول المنظمات الجماهيرية، علي سيد عبد الله مسؤول التنظيم أعتقد، ومحمد سعيد باري أيضا مسؤول المال، مسؤول من شيء، عضو في المكتب التنفيذي. كانوا 6 من المسلمين في المكتب. كم كان نسبة المسلمين في الجيش الذي أسسه عثمان صالح سبه ثم استولى عليه إيساياس لاحقا؟ 100% كانوا مسلمين. عجبا. يمكن 99 بدل ما نقول 100%، 99.9 من القيادات النصرانية. كان قال لي الأستاذ محمد نور دي يقول كان مسفن حقوس، انشق مع قوات التحرير الشعبية بدل ما أن يذهب بالاتفاق مع أسياس أفورقي، قال له أنت أذهب مع المجموعة وأنا أذهب مع قوات التحرير الشعبية مسفن حقوس. وهو الذي كان ينقل له الأخبار من داخل قوات التحرير الشعبية، مسفن حقوس الذي كان وزير الدفاع، وهو أحد مجموعة 15 الذين قيبوا في السجون والذين هربوا. مسفن حقوس من الناس اللي هربوا إلى الخارج. نعم. الله المستعان. يعني لا أتعجب منه. نعم. جيش الآن 99% مسلم. نعم. ويأتي إيساياس ويستلم القيادة في هذا الجيش. نعم. وأيضا يقوم ب يعني تأسيس 13 قائدا، 7 منهم مسلمين والباقي 6 منهم مسلمين. 6 منهم مسلمين والبقية 7 منهم من النصارى. 7 منهم من النصارى، يعني 50% نعم. تقريبا. والمعترضين عليه طبعا في الانضماج محمد علي عمرو، واللي هو كان يمكن نائب رئيس قوات التحرير الشعبية. محمد علي عمرو انتهى النظام الآن إلى 98% نصارى مسيحيين و2% من المسلمين. انتقم منه أسياس أفورقي من محمد علي عمرو، انتقم منه وطرده ليس من المكتب السياسي فقط، بل طرده من اللجنة المركزية كمان. ثم دخل إلى السعودية محمد علي عمرو، ورجع في بداية الثمانينات كجندي مع الجبهة الشعبية. أين كان دور طيب رمضان محمد نور وإبراهيم عافا والأمين سعيد؟ أين كان هؤلاء حينما يطردوا إيساياس أفورقي هؤلاء القادة؟ حينما كان يطردهم هؤلاء لم يكن لهم دور؟ كان موجودين طبعا، كان موجودين، أو كانت هناك ملابسات ونقاشات كثيرة طبعا. سوف نتعرض إن شاء الله لاحقا يعني، ولم يكن يهمهم مسلم أو غير مسلم، لم يكن يهمهم ذلك. إن شاء الله نتعرض إن شاء الله اغتيال إبراهيم عافا وملابساته. إبراهيم عافا كان ضد هذا الاندماج ما بين قوات التحرير الشعبية ومجموعة أسياس، حتى عمل على اغتياله بواسطة التنظيم السري والذي يسمى حلاو ثورة. كان يقود ذلك رجل أحد المقربين منه أسياس أفورقي اسمه بطرس سلمون، وهو واحد من مجموعة 15 أيضا، وهو مسجون بطرس سلمون، وهو متهم مباشرة باغتيال الشهيد إبراهيم عافا. بطرس سلمون باعتباره كان رئيس الأمن السري والذي كان يسمى حلاو ثورة في ذلك الوقت. بطرس سلمون كان أحد 15 الآن نعم في السجن، موجود في السجن أحد مجموعة 15. عجبا. أسياس أفورقي، لكي تعرف أن أسياس لا يرحم أحد، لا يرحم أحد، حتى الذين قدموا له الخدمات. لحظة شيخنا عشان نفهم، نحن ماشيين معك خطوة بخطوة وتاريخ سرد تاريخ. نعم. نحن ما تطرقنا في ساحل حتى الاستقلال، لم نتطرق إلى الاستقلال حتى الآن. لم نستقلال، لأن نريد أن نفهم نعم. كيف قامت الجبهة الشعبية وكيف استولى إيساياس، أصبح رئيسا وأصبح تنظيميا. هذه الملابسات نعم، هذا التاريخ يجب أن يعرفه هو الأجيال. نعم. يجب أن يعرفونه. هذه هي الملابسات التي دخل بها أسياس التلاعب. الذي أدخله هو رمضان محمد نور. نعم. ودافع عنه. نعم. ودافع عنه. تمام. نعم. وكان رمضان محمد نور ذكرت أنه كان هو الأمين العام. نعم. وكان مساعد الأمين العام إيساياس. نعم. جميل. نعم.
وهنا الآن نعم. جعل إيساياس هذا التنظيم وهذا الهيكل التنظيمي من المكون من 13 قائدا، نعم 6 منهم مسلمين و7 منهم نصارى. نعم منهم ذكرت مسفن حقوس، صح؟ نعم مسفن حقوس وبطرس سلمون. بطرس سلمون. ومن أيضا؟ هل تذكر منهم غيرهم؟ أذكر منهم هيل درع، هذا الوزير المسجون أيضا. هيل درع. أيوة. برهاني قرزقهير. برهاني قرزقهير. ومجموعة أخرى تقريبا يعني لا أذكرهم الآن، لكنهم كانوا حوالي 6 بالإضافة إلى أسياس أفورقي رقم 7. كل الستة؟ نعم. يعني لم يبقى منهم أحد. عجبا. كل الستة سواء كان النصارى أو حتى المسلمين. طيب حدثني عن هؤلاء 15 قائدا. نعم. دون سوف نتحدث الآن، نتطرق شيخ. لا كيف انتهت عشان بس نغلق هذا الملف. سوف نأتي إليها، يعني التسلسل الزمني. نحن في الاستفتاء الآن. الاستفتاء. لا نحن لسنا في الاستفتاء. نعم. نحن في مرحلة المؤتمر الأول في الساحل. وهذه موضوع كانت تحكى في الحلقة السابقة، إنما معلش المامن 1977 نعم. حصل هذا الموضوع. ثم قلت لي عمل مؤتمر آخر في 1987. نعم. مستخرجات هذا المؤتمر لا يوجد مستخرجات. هذا نفس الوجوه عمل تقريرات في المكتب السياسي، وتم في ذلك الوقت كان سنة 1985 تم اغتيال الشهيد إبراهيم عافا رئيس المكتب العسكري. هنا لازم تذكر لنا كيف اغتيل إبراهيم عافا. لا يعرف يعني هؤلاء ال15. نعم. من الذي الآن دخل معه في الاستقلال؟ نعم. استقلال إريتريا، ومن الذي اغتيل في فترته؟ مجموعة كبيرة دخلت معه، سوف نتطرق لها. مجموعة كبيرة أمثال محمود شريفو، محمد سعيد باري، الأمين محمد سعيد، علي سيد عبد الله. هؤلاء دخلوا معه، والمجموعة المسيحيين الأخرى الإريتريين المسيحيين أمثال درع، بطرس سلمون، مجموعة أخرى دخلوا معه. إنما عدا إبراهيم عافا تقريبا إبراهيم عافا من أعداء المكتب السياسي. إبراهيم عافا لم يدخل. حدثنا الآن عن ملابسات اغتيال إبراهيم عافا. طبعا جاءت روايات كثيرة. أنا سألت زوجته، كانت قنصل إريتريا في كندا، وادعت أن إبراهيم استشهد، لكن إبراهيم لم يستشهد، لأنه أنا قابلت شخص أيضا قال أن إبراهيم عافا كان مكتبه بالقرب من مكتب أسياس أفورقي، فيوم الذي اغتيل فيه خرج إلى الجبل وسمعنا إطلاق نار، وجاء جيش للإنقاذ لأنه جاءتهم إشارة للمساعدة، فطلب منهم بأنه لا توجد أشياء من بطرس سلمون ومجموعة أخرى، وصفوه في تلك اللحظة. في وثائق كثيرة تؤكد أنه من كان يعني قام بتصفيته هو أسياس أفورقي لإبراهيم عافا، ولا توجد معلومات كثيرة عن هذا الموضوع. يعني لا توجد معلومات كثيرة، كلها يعني قيل وقال. إنما الأكيد أنه هو كان صفي، لأنه إبراهيم عافا كان سوف يكون الأمين العام في المؤتمر الثاني اللي هو عقد في العام 1987، وهو اغتيل في سنة كم؟ 85 شهر. ماذا كان يرأس إبراهيم عافا؟ رئيس المكتب العسكري، رئيس الجيش كله. رئيس الجيش، كانه بمثابة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. كيف يتم اغتياله هذا إلا سرا؟ طبعا كيف تم اغتياله؟ وهو عسكري ويعني فاهم في الأمور العسكرية ومتدرب. في واحدة من الأقوال أنه حرسه كانوا معه حوالي 150 شخص كانوا موجودين معه. والمعركة التي اغتيل فيها إبراهيم عافا استمرت أكثر من 6 ساعات. أكثر من 6 ساعات استمرت. حصل قتال، يعني حصل قتال واستفسال من الحرس، ومنه هو شخصيا حتى قتل، حتى استشهد. نعم. هذه الأشياء يعني. وكثير من رجال الأمن الذين كانوا مقربين من أسياس أفورقي هربوا إلى الولايات المتحدة وهربوا إلى كندا، معهم وثائق. بطرس سلمون معه وثائق حول اغتيال الشهيد إبراهيم عافا. هل تحدث عن ذلك بطرس سلمون؟ لم يتحدث أحد عن هذا الموضوع. لماذا؟ لا أدري، يمكن خايفين يعني، حتى لا يتم اغتيالهم أيضا. طبعا. ماذا قالت لك زوجته؟ قالت أن إبراهيم استشهد في معركة، ولم تفصل لك الأمر. لم تفسر شيء. هل طلب منها أن تقول هذا ولا
لا أدري يعني لا. وكان هذا أول اغتيال لقائد عسكري ميداني إريتري نعم. مع حزب إسياس أفورقي. طبعا يعني كان حصلت اغتيالات للقيادات الميدانية الكبيرة، العسكر والضباط اللي أقل من إبراهيم عافا، كان تحصل اغتيالات من الخلف عن طريق هذا الحزب الذي سميناه الحزب السري، حزب حلاوي ثورة. ألم يأخذ احتياطه إبراهيم عافا من هذا الموضوع ما دام كان هناك اغتيالات سرية تتم على القيادات؟ والله لا ندري تلك الملابسات شيخ برهان، الآن نحن نتحدث. جميل. أنا فقط يعني أريد أن أعرف كيف تم اغتيال هذا العسكري القائد. الإنسان اللي موجود بعيد يقدر يعني يتكلم. على كل حال المعروف يعني بصفة عامة أنه كان معترض على انضمام إسياس أفورقي من البداية ولذلك كان حجر عثرة في أي شيء يتخذه إسياس أكيد سيكون له رأي. بالضبط. فكان القرار لابد من تصفية التخلص من هذا الرجل. تمام. الآن نحن مستعدين نستمع إليك. بعد 1987 في المؤتمر كان المؤتمر بصفة عامة بشكل عام جدا عادي. ما في شيء زيادات. تمام. 87 باقي معنا 5 سنوات للاستقلال. 3 سنوات أو 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. جميل. طبعا بدأ تحرير المدن، مدينة تلو الأخرى، ما كان في أحداث تذكر ساعتها. بعد 87 بدأ الانهيار على الجيش الإثيوبي، ودخلوا بعدها إلى المدن، وكما ذكرنا في مايو 1991 دخل قوات التحرير الشعبية أو الجيش الشعبي لتحرير إريتريا إلى مدينة أسمرة والمدن الرئيسية. بدأوا في البداية طبعا السنتين الأوائل بإعداد استفتاء للشعب الإريتري بالانضمام أو الاستقلال. لحظة هنا حدث أنت تجاوزته. نعم. لما جاء يدخلون إلى أسمرة. نعم. سمعنا أن إسياس أفورقي قال لي رمضان محمد نور. نعم. أعلن أني أنا الذي سأكون أمين العام للجبهة الشعبية. طيب هنجي لاحقا للكلام هذا، نحن لسه في الاستفتاء. متى كان هذا؟ هذا في المؤتمر الثالث. هذا في المؤتمر الثالث سنة 94. أنا أيضا تعجلت. جميل. نعم. آسف. هذا في المؤتمر الثالث اللي عقد سنة 94. بدأ الاستفتاء في العام 1993 واختار الشعب الإريتري الاستقلال، وجميعنا استفتينا واخترنا الاستقلال، والنسبة كانت 99.8%. نعم. تقريبا 100%. صحيح. ثم بعد ذلك جيء بأسياس أفورقي ونصب رئيسا انتقاليا للدولة الحديثة والتي اعترف بها. من الذي نصبه هنا؟ حزبه أيضا مرة أخرى نصبه حزبه بعد المؤتمر الثالث والذي عقد في نقفة عام 1994 والذي أجبر فيه رمضان محمد نور للاستقالة. لم يجبر للاستقالة بالمناسبة. أنا كلمني أخونا الأستاذ محمد نور ديغول، أيضا كان عضو لجنة مركزية من المؤتمر الأول عام 1977 والمؤتمر الثاني 1987 والمؤتمر الثالث 1994. أستاذ محمد نور ديغول كان عضو لجنة مركزية في كل هذه المؤتمرات. في كل المؤتمرات. جميل. لم يصل إلى المكتب السياسي لكن كان عضو في اللجنة المركزية. جميل. طلب أسياس أفورقي طرد رمضان محمد نور حرفيا في هذا المؤتمر وقال له لن أريد أن أرى وجهك بالحرف. ثم جاءوا إليه أمثال مسفن حقوس وغيره وقالوا له هذا الكلام عيب، هذا الرجل أفنى حياته في النضال وساعدك منذ أن كنت في الصين وكذا وكذا، اتركه يقدم استقالته. ورمضان محمد نور هو الذي أصلا أدخل، هو الذي ساعد وهو الذي أوصله إلى هذه المرحلة. سبحان الله. هو الذي أوصله إلى هذه المرحلة. فانقلب عليه فأقنعوه أسياس أفورقي أخيرا لكي يقدم استقالته بدل طرده، وقدم استقالته وقال أنه هو الآن يترك طيب أين دور رمضان محمد نور؟ هكذا يقبل بهذه السهولة؟ أجبر. كيف أجبر؟ أليس هو قائد؟ أليس عنده جيش؟ أليس عنده عسكر؟ ما كان في إيده شيء. هو قال لك علي أحمد القيسي أسياس أفورقي أول ما التحق بالثورة مسك ملفين، ملف الأمن والمالية.
أي تنظيم إذا مسكت فيه ملف الأمن والمالية موضوع منتهي. خلاص ماذا يجري؟ سبحان الله. هل يريد أن يغتال أو تتم تسفيته مثل ما سفي إبراهيم عافا؟ قبل أن يأتي الحياة مش بعزاء زي قبل ما أن يقول يأتي إسياس. لا أنا أتعجب من قائد عسكري نعم يعني أفنى حياته كلها في القيادة العسكرية والشجاعة. نعم كيف يقبل بهذه المذلة بهذه السهولة؟ نعم أنا قائد آخر يطردني، نعم كيف أقبل؟ نعم. الآن سوف نروح إلى مجموعة 15. وهل الناس هكذا تقبل أيضا؟ أين الناس؟ لا ندري. أين القيادات؟ أين العقلاء؟ لا ندري. يعني هؤلاء أقنعوا إسياس، قالوا هذا يا أخي يعني الأفضل أنك تقول له قدم استقالتك بدل ما تطرده هكذا. نعم. معناها أنا أتعجب يعني كيف كان الوضع. فتم المؤتمر الثالث والأخير للجبهة الشعبية وغيرت اسمها في ذلك المؤتمر. لحظة قدم استقالته وخرج رمضان محمد نور ونصب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونصب أسياس أفورقي الرئيس الانتقالي لدولة إريتريا الحديثة أو الجديدة. بعدها في 94 في المؤتمر الثالث والأخير، وخرجت بطاقة تقول الحكومة الإريترية المؤقتة فسميت الجبهة الشعبية هكذا حتى اليوم. سميت الجبهة الشعبية، غيرت اسمها من الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وليس لها أي نصيب من اسمها. سميت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وماذا جرى بعد ذلك؟ طبعا أسياس أفورقي واصل رئيسا مؤقتا للدولة، ثم جاءه التحدي الآخر من زملائه هؤلاء الموجودين اللي ذكرناهم أمثال محمود شريفه وهيل درع والمجموعة هذول، وطلبوا منه يكفينا، نحن كنا في الثورة والآن نحن دولة، نريد دستورا، نريد دستور وقانون يحكم البلد ويحكم المواطنين والدولة وينشئ مؤسسات الدولة. فضغط عليه من قبل هؤلاء الرفاق. من هم؟ أعداء المكتب السياسي، منهم محمود شريفه، هيل درع، مسفن حقوس، بطرس سلمون، والمجموعة ال15 عدا إبراهيم عافا. المسجونين هذول. واضطر. عام كم سجنهم إسياس؟ لسه هذا نأتي في الدستور الأول. واصل. طلب منه بعمل دستور ووافق عليه مكرها. وافق عليه المكرها. هذا الدستور بدأ سنة 94 وجابوه للمناقشات في الداخل والخارج، ووافق عليه الشعب الإريتري، ووافق عليه أسياس أفورقي نفسه ومضى عليه. أين وافقوا عليه؟ هذا أقيم البرلمان؟ لا، كان في مدن جلسات، يعني عبارة عن جمعية تأسيسية، كان يسألوا ومناقشات، كانت موجودة مناقشات في المدن في الخارج والداخل. جميل. ثم وافق عليه الرئيس ومضى عليه، ثم حوله للمجلس المركزي. طبعا اللجنة نأتي إلى اللجنة المركزية اللي هو البرلمان في الميدان، حولت إلى المجلس الوطني. المجلس الوطني اللي هو البرلمان، وكون بدل 37 إلى من 150 نفر. وافق عليه هذا المجلس أيضا على الدستور، وافق عليه الرئيس. وماذا تبقى الآن؟ تبقى أنه الدستور يكون نافذا. ثم افتعل أسياس أفورقي الحرب مع وياني سنة 1998، والتي قضت على الأخضر واليابس، استمرت سنتين طبعا من عام 98 إلى عام 2000 هذه الحرب. ثم بعد ذلك هؤلاء المجموعة الذين ضغطوا عليه لعمل الدستور سألوه مرة أخرى: نريد أن نحاسب الشخص الذي تسبب في الحرب، ونريد الدستور مرة أخرى. افتعل الأسباب طبعا، وفتحت حرية التعبير في ذلك الوقت في شهر سبتمبر عام 2001، واستقل أسياس أفورقي انشقال العالم والولايات المتحدة بالتحديد بأحداث 11 من سبتمبر. واعتقلهم جميعا كلهم. وبالمناسبة شيخ برهان، مجموعة ال15 يقول عليها هنالك أكثر من 300 معتقل
معهم. معهم. معظمهم من الشرفاء الإريتريين المسيحيين أو النصارى الذين اعترضوا عليه، أكثر من 300 شخص. حتى من النصارى؟ أغلبهم من النصارى. أغلبهم كانوا من النصارى. الله. وهم الذين طلبوا منهم المساءلة في من تسبب في تلك الحرب ومن المسؤول عنها. فطبعا من ذلك اليوم هؤلاء مغيبون ولا يعرف عنهم أحد إلا الدائرة المقربة، وأنا أطلق عليهم مجموعة أندنت. بالمناسبة هؤلاء المجرمين الذين يحكمون إريتريا اليوم حوالي 6 أو 7 أشخاص. لا يوجد مجلس وزراء، لا توجد محكمة عليا، لا يوجد قضاء مستقل، لا يوجد برلمان. البلد تمشي بمراسيم رئاسية. ولم يعتمد الدستور مطلق. ولم يعمل به إلى هذا اليوم. حتى هذا اليوم. طبعا نسينا أن نذكر شيخ برهان، أول ما دخلت الجبهة الشعبية إلى المدن الإريترية، أول شيء قبل الاستفتاء حتى قبل إعلان الدولة، قامت باعتقال المشايخ ومدرسين المعاهد والمسلمين ومحفظي القرآن الكريم في كل المدن الإريترية، بداية من قاضي القضاة الشيخ محمد مراند، ربنا إن شاء الله يرحمه إذا كان استشهد. الشيخ من؟ أو الشيخ القاضي محمد مراند. أول من وين كان؟ في كرن تقريبا. أول من اعتقل من قبل الجبهة الشعبية بعد دخولهم إلى المدن الإريترية في عام 1991، في نفس السنة اللي دخلوا فيها إريتريا. وأيضا بعد ذلك اعتقلوا الشيخ محمد إبراهيم شيدلي، مؤسس ومدير معهد منصورة. ثم توالت الاعتقالات للمشايخ بداية بمعهد كرن عام 1994 حتى عام 1996 انتهاء باعتقال مدرسي معهد جندع. جميل، هذا تحدثنا عنهم كلهم كثيرا، نسأل الله أن يفرج عنهم. نعم. وإن كانوا قد ماتوا نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. نعم. لكن نعود مرة أخرى إلى المجموعة 15. نعم. ماذا فعل بهم؟ لا يعرف عنهم أحد حتى اليوم. ما أنت هو قلت مسيرهم؟ أنه في 2001 في فترة 11 سبتمبر والعالم منشغل بما حصل في أحداث 11 من سبتمبر. نعم. قلت أنه زج بهم في السجن كلهم. كلهم 15 بما فيهم شريف. كانوا هم 13 عفوا، هم كانوا يمكن 13، 2 منهم كانوا في الخارج. المسؤولين، يعني تقصد المسؤولين القياديين في الحزب والدولة. الوزراء والمسؤولين. مسفن حقوس كان في الخارج للعلاج. أيوة. وأخرى من هي زوجة تقريبا بطرس سلمون. أيوة. تقريبا كانت في الخارج، لكنها رجعت وزج بها في السجن أيضا. أوه. نعم. طيب، وبعد ذلك من هؤلاء المسلمين شريفة حامد حمد ومجموعة، وصالح مكي ومجموعة يمكن حوالي. أين رمضان محمد نور؟ رمضان محمد نور خلاص قدم استقالته، لا هو في العير ولا في النفير. أين هو؟ طيب أين هو؟ ما لا حد يسمع عنه شيء أصلا. رمضان محمد نور هل هو حي أو ميت؟ في ذلك الوقت أيوة كان موجود. لم الآن أين هو؟ الآن توفي طبعا. الآن توفي رمضان محمد نور من سنتين تقريبا. أين توفي؟ في البلد، في إريتريا. داخل إريتريا. نعم. رمضان محمد نور. نعم. توفي رمضان محمد نور، وتوفي على السيد عبد الله وزير هل كتب هؤلاء تاريخهم؟ هل كتبوا مذكراتهم؟ هل كتبوا شيئا أو لا؟ لا ندري شيئا. ولم يعني يستلم أبناؤهم، عوائلهم، زوجاتهم شيئا منهم؟ والكل طبعا اليوم منتظر بزوال هذا النظام حتى الناس تتحدث، حتى تخرج المذكرات وتخرج أشياء كثيرة إن تبقى منهم، لأنهم اليوم هم يعني في الثمانينات، نفس الجيل بتاع إسياس أفورقي، جيل الثمانينات. غالب الظن هل يكون إسياس صفاهم؟ غالب الظن هم ماتوا، لأنه هؤلاء السجناء شخص واحد يعرف عنهم شيء، هذا مدير أمن أسياس أفورقي، مسؤول الحماية لأسياس أفورقي، واسمه العقيد تسفلدت هبت سلاسي. هذا الرجل كان
مدير مكتب أسياس ومسؤول الحماية الشخصية، وقيل أنه هو كما ذكر الدكتور محمد خير عمر أستاذ الجامعي الإريتري الوطني الحر اللي موجود في النرويج، ذكر في إحدى مقالاته أن هذا الشخص هو الوحيد اللي يعرف مكان وهو الذي ينقلهم من مكان لآخر إذا كانوا أحياء. طيب ما السر اليوم إذا كان إسياس سجن النصارى وسجن المسلمين، نعم، وبرز هو لوحده قال ما أريكم إلا ما أرى، نعم، نعم. لماذا اليوم نرى النصارى هم المسيطرين فقط؟ لأن هذا الرجل منهجه حسب التاريخ الذي نراه الآن لا ارتاح منه المسيحي ولا ارتاح منه المسلم. طيب هو هذا الشخص هذا الذي سنتحدث طيب. عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم. من الآن سنتوقف وبالقضاء على 15 يعني عضوا أو قائدا من قيادات إريتريا. نعم. وبقي فقط معنا مسفن حقوس، وهو حي ولا ميت مسفن؟ موجود. نعم. يجب أن نجلس مع هذا الرجل ونسمع منه. نعم. وقلت زوجة بطرس أيضا سجنت، والبقية لا نعرف عنهم أهم أحياء أو أموات. نعم. سجنهم إسياس وبقي الملك لإسياس، ولن يبقى الملك أيضا له، هو أيضا سيرحل كما رحل هؤلاء، وعند الله تجتمع الخصوم. مشاهدينا الكرام، استمتعنا بهذا التاريخ العجيب الغريب المؤلم لإريتريا. أرجو أن تكونوا أنتم قد استفدتم واستمتعتم مع الحقوقي دكتور عمر محمود، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم لنستكمل حال إريتريا، وليعرف الأجيال تلو الأجيال هذا التاريخ المر، والله المستعان. هو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا